قاعد بفكر وبتابع أحوال الحياة بقالي أكتر من 15 سنة، من ساعة ما كنت لسه داخل جامعة كده في 2007 تقريبا يعني. فكان بيدور في دماغي مجموعة أسئلة زي ليه ناس اتخلقت من عائلة بسيطة وناس في نفس الوقت اتولدت وفي بقها معلقة دهب أو في عيلة ميسورة الحال يعني، وليه واحد بيتجوز ويخلف واحد تاني بيتعطل أو الخلفة بتاعته بتتعطل شوية، وليه واحدة تتجوز بدري وهي لسه مثلا في بداية حياتها 18 19 20 سنة، وواحدة تانية تتأخر في الجواز لحد سن ال30 أو حاجة زي كده يعني. وليه أصلا انا اتولدت في مصر، ليه ما اتولدتش في سويسرا؟ ما برضه حاجه يعني غريبه شويه. وليه ما اخترتش امك او اخترت ابوك او اخترت اخواتك؟ لو كان بيدك الاختيار كنت اختار بقى ناس اللي هم المعروفين دلوقتي، ايلون ماسك بقى، عمنا مارك زوكربيرج، عمنا بيل جيتس. ليه ما اخترناش الام او الاب او الاخوات يعني؟ اسئله كتير جدا بقالي اكتر من 15 سنه مش لاقي لها حل، وعمال ادور على حل لحد كده ما بعد البحث والتنقيب والتدبر والتفكر وصلت لمجموعه حلول مبدئيه. يعني انا مش واثق ان انا هكمل بيها، بس هي على الاقل في المرحله دي ترضيني يعني. على الاقل قدام في ايه ما اعرفش، ممكن تتغير على فكره يعني. ما بقولكش اللي انا هقوله دلوقتي ده هو هكمل بيه الحياه كلها، بس اوعدك اول ما هوصل لحاجه تانية هقولها لك برضه. وده لان الشيء الثابت في الحياه هو التغيير، حتى الفكر بيتغير. لقيت ان الحياه ليست بالماديه اللي المجتمع والاهل والمدارس والعلماء رسموها واقنعونا بيها، وللاسف الشيطان ابن اللذينه تدخل كده في صنعها. يعني في واحد اتولد من عيلة غنية وللأسف انتهت الحياة بيه ان هو مات فقير، وفي واحد تاني اتولد من عيلة فقيرة ومات من أغنى أهل الأرض. ايه ده؟ يعني القصة ملهاش علاقة بالبدايات. تخيل، ممكن لقيت كده لما افتقر الفقير لله أصبح غني، ولما استغنى الغني بماله مات فقير. ومفيش فرق ما بين اللي اتولد في مصر واللي اتولد في سويسرا، لان الارض دي اصلا كلها لله، انما البلاد دي والحدود من صنعنا احنا مش من صنع ربنا سبحانه وتعالى. فالاتنين، اللي اتولد في مصر واللي اتولد في سويسرا او اللي اتولد في الخليج، هم اصلا اتولدوا في ارض الله بعيدا عن مسميات البلاد، لان البلاد دي من صنع الايه؟ صنع البشر. واللي اتاخر في الانجاب يمكن ما كانش فاهم ان الانجاب او الولاد دول هبه وعطيه من الله، بس هي مش امر على الله. الامر اللي على ربنا سبحانه وتعالى الرزق، وما من دابه الا على الله رزقها. انما الانجاب والولاد والبنات دي هبه، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكورا، هبه وعطيه. فالهبه لا تؤخذ الا بالرضا، الهبه لا تؤخذ الا بالرضا. فالشخص اللي كان متأخر في الإنجاب وكان متضايق لما رضي واستغفر ورجع لله، ربنا سبحانه وتعالى اداله البنين أو اداله الأموال واداله اللي هو عايزه لسبب بسيط جدا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إيه ده؟ يعني ممكن يكون تأخير الخلفة أو تأخير الإنجاب إن إحنا مش بنستغفر ومش راضيين ومش مدين الوقار للإله كما ينبغي، وما قدر الله حق قدره. واللي ما اتجوزتش لحد دلوقتي وبيقولوا عليها ان هي سنها كبر او فاتها قطر الجواز او الكلام اللي ما انزل الله به من سلطان ده، هي اصلا ممكن تكون مستغنية، هي عندها حالة استغناء، هي شايفة ان هي كاملة متكاملة بنفسها وبالله اولا، او ان هي لسه ما لقتش السكن. ربنا بيقول: خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. فهي ما لقتش السكن المناسب، وهي مي هترضى بسكن زي سكن العنكبوت اللي هو خيوط ممكن يتهد في اي لحظه. فهي عندها متطلبات معينه فبتسعى ليها. فنظرتنا ليها ان هي تاخرت، للاسف هي نظرتنا ان احنا اللي متاخرين في الفكر، مش بتاعتنا. هي مش عايزه او لسه ما لقتش السكن المناسب ليها. في الاخر لقيت ان كل اللي بيحصل لينا هو الحق، سواء قبلنا او رفضنا، وحاولنا نخلق لنفسنا كل المبررات اللي بتقول ان احنا صح، بس المبررات دي ضد الحق. وللأسف الأهل والمجتمع والعلماء وبعض الآراء الغير صحيحة عن الإله هي اللي وصلتنا إن احنا نخلق لنفسنا مبررات عشان بس نبص لنفسنا في المراية فنقول احنا صح ونرضي ضميرنا. بس للأسف أي حاجة بتحصل لينا هي دي الحق. ربك سبحانه وتعالى بيقول: إن هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق.
كل لحظة احنا عايشينها دي نطق الكتاب بالحق، قبلنا أو رفضنا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وفي موقف تاني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ليه يا رب؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. بعض مش كل، لأن لو كله كنا اختفينا خلاص. ليه يا رب؟ لعلهم يرجعون. بسيطة. فتأكدت إن كل اللي احنا فيه هو حق، والحق من الإله الحق. مهما بقى حاول الأهل أو العلماء أو أي رأي يقول لك عكس كده، هو الحق. فطالما اكتشفت وتأكدت إن ده الحق، لو الحق ده في خلل قوم صححه عشان يحق عليك حق جديد. وللأسف لو فضلت مصمم ومصر إن كل الحق اللي هو حق اللي انت عايش فيه مش بسببك، فانت عامل زي الطفل الصغير اللي بيقولوا له، اللي بيعمل فعل خاطئ وقالوا له ابوك جاي استخبى، فعمل ايه؟ عمل كده على اقتناع منه ان هو لو مش شايف والده فوالده مش هيشوفه، انما كده كده والده شايفه وعارف ان اللي هو بيعمله ده غلط. فلو رضيت وعرفت ان اللي حق عليك هو الحق، فدي حقيقة سعيدة ليك وهتساعدك انك تستحق شيء أفضل لو بس قمت وعملت مجموعة تغييرات بسيطة عشان تغير الحق اللي حق عليك. وبمجرد وعيك إن أنت المسؤول عن أي شيء حاصل في حياتك. أما الحقيقة المؤسفة هي إن أنت تفضل مصمم ومصر إن اللي حصل ده مش أنت السبب فيه. حقيقة مؤسفة جدا، مش أنت السبب في كل اللي حصل ده. فده هيخليك قاعد ما بتعملش حاجة ومسلم تسليم تام لأفكار الإنسان وأفكار الشيطان الخاطئة للأسف. فالأفضل إنك تتنقل للحقيقة السعيدة، إنك تكون مسؤول وواثق وعارف إن كل اللي أنا فيه ده هو الحق، عشان أدرك الخلل فأقوم أصلح الخلل فيحق علي حق جديد. أخيرا، حضرتك مش أمك ولا أبوك ولا أختك ولا أخوك ولا عيلتك ولا بلدك ولا مديرك ولا رئيسك ولا أي حد في الدنيا دي. أنت من روح الله، أنت من روح فيك من روح الله ونفخنا فيه من روحنا. فتخيل إنك تسيب اللينك أو الصلة أو الاتصال المباشر اللي مفهوش أي شركاء أو وسطاء بينك وبين الإله، وتنقل الاتصال ده لحد من البشر. مشكلة كبيرة. حضرتك من صنع الله، مخلوق من قبل الإله، والإله تحدى بيك أعز خلقه. إذ قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. شوف رد عليهم قال لهم إيه؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فكون حضرتك مش مدرك ان انت صنع الله الذي اتقن كل شيء صنعه او خلقه، فدي مشكله كبيره قوي. طب الحل ايه؟ الحل ان حضرتك تقطع كل الوسائط وكل الشركاء مهما تبين لك ان الشركاء دول ليهم كرامات او ليهم انجازات او معاهم ثروات او معاهم دولارات. انا متصل بالله فقط، وانا على يقين ان معي ربي سيهدين. ودوس في الحياه زي ما انت عايز، تلاقي الدنيا كلها تحت رجلك. فلا تلوم على أب ولا أم ولا زوج ولا زوجة ولا بلد ولا رئيس ولا أي حد، لأن ممكن تكون الدنيا كلها حواليك بتنهار، وبسبب اتصالك وصلتك بالإله العزيز الغفار أنت الوحيد اللي تعيش في ازدهار، والدنيا تكون بتخسر مع الكل وأنت الوحيد اللي بتكسب. الدنيا بتقع مع الكل وأنت الوحيد اللي بتقوم. الدنيا بتظلم الكل على كلامك يعني أو على كلام ناس كتير، وأنت الوحيد اللي مش بيمسك أي حاجة. ليه بقى؟ لأن ربنا قال لك صراحة كده إن الله لمع الذين أحسنوا. لأن ربنا قالها كده، إن الله مع الصابرين، الله مع المتقين، الله مع المؤمنين، ولا ينصرن الله من ينصره، والله مع المحسنين. فيساعدك ويا هناك لو ربنا بقى معاك، بس بشرط تكون من المؤمنين أو المحسنين أو المتقين أو اللي بينصروا ربنا سبحانه وتعالى. ساعتها لا هتزعل من بلدك ولا من أمك ولا من أبوك ولا من رزقك، لأنك معاك ملك الملوك. وفي فرق ما بين المالك والملك. فالمالك ده بيملك شيء، بيملك موبايل، بيملك بيت، إنما الملك هو الذي يملك كل ما يملكه المالك. فخليك مع الملك تملك وتكون من الملاك في الأرض. ربنا يحفظك يا رب. ولو كنت بتفكر التفكير ده او في حد بيفكر معاك التفكير ده، اعمل له منشن او وري له الفيديو ده، لعل وعسى يساعده يفهم امور كتير جدا في الحياه، يكون سبب ان هو يرتقي ويرتفع ويزداد اتصال بالاله سبحانه وتعالى. السلام عليكم.